شايف دول حوالي 7500 7600 يعني. دول بالظبط من سنتين كانوا يشتروا حوالي 3 موبايلات. 3 موبايلات واجهزه كانت ما شاء الله، وتمشي في الشارع كده عامل كده، اشتريت الموبايل ب 2000 جنيه، وتقولها كده وانت منشكح كده. تمام. النهارده مشتريش غير موبايل واحد بس، اسمه ايه 14 7600. موبايل واحد بس اللي مشترينه، وبلاستيك. الموبايل كله عباره عن بلاستيك، جوه بره بلاستيك. تمام. فانا عايز اقوله لك ان الوقت ده مش وقت تحويش فلوس، مش وقت انك تحوش فلوس وتركنها وتحط عليها فلوس او توديها البنك. التضخم والغلاء وقيمة العملة بتنزل، هتاكل الكاش اللي معاك. النصيحة بقى اللي عايز اقولها لك، انك انت لو معاك فلوس ايا كان المبلغ اللي معاك هو ايه، اشتري اصل ايا كان. مش هنقول لك اشتري دهب المرة دي، عارف ممكن تشتري ايه؟ شفت العدس اللي احنا ما ناكلوه، لو انت اشتريت عدس وخزنته شهرين ثلاثة بالمبلغ اللي معاك، هتبيعه الشهر اللي جاي واللي بعده، وهتعمل فيه ربح وهتحافظ على قيمة فلوسك. المهم انك انت ما تحطش الكاش، اشتري اي اصل، بس كده.